السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. إن شاء الله هذه الحلقة هتكون بعنوان من كتب سفر يهوديت. في المدخل إلى سفر يهوديت للآباء اليسوعيين صفحة 876 يقول النص: في الرواية مشاكل تاريخية كثيرة. في الرواية مشاكل تاريخية كثيرة. انتهى كلام المدخل إلى سفر يهوديت للآباء اليسوعيين. في كتاب الأسفار القانونية الثانية طبعة مكتبة المحبة صفحة 41 يقول النص: وكاتب هذا السفر مجهول، وكاتب هذا السفر مجهول، غير أن البعض ينسب كتابته إلى يواكيم الحبر الأعظم، وقد كتب السفر أولا باللغة العبرية، ولكن الأصل العبري مفقود الآن. انتهى كلام كتاب الأسفار القانونية الثانية طبعة مكتبة المحبة. تقول الترجمة الكاثوليكية لدار المشرق صفحة 852: هذا السفر هو حديث التأليف، أما صفته التاريخية فإثباتها صعب جدا، والصعوبة هنا هي أكبر منها في سفر طوبيا. كان ما ورد من الأخطاء التاريخية والوقائع البعيدة الاحتمال قد ضوعفت قصد الحقول دون وقوع القارئ بهذا الخطأ. إن اسم البطلة اليهودية يوحي بأننا إيذاء شخصية رمزية، وأغلب الظن أن الرواية هي نوع من الرؤية، وإن الحوادث والصور من النوع ذاته. انتهى كلام الترجمة الكاثوليكية لدار المشرق. يبقى ملخص هذا الكلام الموجود في موضوع من كتب سفر يهوديت الآتي: أول حاجة أن في الرواية مشاكل تاريخية كثيرة. في الرواية مشاكل تاريخية كثيرة. وبنسأل سؤال: هل لو كان الكلام ده مكتوب عن طريق الروح القدس أو دعوة الإلهام اللي بيقول عليها النصارى، هل هيكون في مشاكل تاريخية؟ هل الروح القدس لا يعرف التاريخ؟ أو ده أول شيء. الشيء الثاني أن كاتب السفر مجهول. كاتب السفر مجهول، محدش عارف مين كاتب هذا السفر. والغريب أن النصارى بتتعبد بهذا السفر، سفر مجهول والنصارى تتعبد به، شيء يعني غريب جدا. الأمر الثالث أنه سفر حديث التأليف، لسه متألف حديثا، سفر حديث التأليف. الأمر الرابع أن بطلة قصة السفر هي شخصية رمزية، والسفر نوع من أنواع الرؤية، يعني عبارة عن أحلام يعني، وأن الصور والحوادث الموجودة في السفر عبارة أيضا عن رؤى وأحلام. يعني الموضوع كله موضوع رؤية وأحلام ورموز وكاتب مجهول ومشاكل تاريخية في هذا السفر. يبقى وضحنا في هذه الحلقة مشكلة سفر يهوديت، وأن كاتبه مجهول، وأن به مشاكل كثيرة. نسأل الله أن نكون وفقنا في هذا العرض. نستودعكم الله، نلتقي في الحلقات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.